اليوم نقف أمام حقيقة طبية مخبرية بالتكبير على الذبائح ضمن بحث علمي فريد كشف عنه النقاب جمهرة من الأطباء العلماء بيض الثياب يقاتلون بالعلم الجراثيم الفتاكة ويدحرون الظلمات والخرافات والشعوذات ويزيلون عن تراث الديانات السماوية المجيدة بعض ما غشيها من جهل الجهلاء. إن أهمية التسمية والتكبير على الذبائح وإهمال الناس وتناسيهم له دعا الأستاذ الباحث عبد القادر الديراني إلى تقديم هذا الموضوع بأسلوب عصري أكاديمي علمي يبين أهمية وخطورة هذا الموضوع على المجتمع الإنساني، وذلك بناء على ما شرحه أستاذه العلامة العربي الكبير محمد أمين شيخو في أبحاثه القرآنية المخطوطة في كتابه تأويل القرآن العظيم. وبذا قام الأستاذ الديراني بالاتصال بأبرز العلماء والأساتذة والأطباء المتخصصين في هذا المجال، وتم الاتفاق على إجراء بحث شامل يستغرق الأمر استغراقا كليا. عقدنا اجتماعات طبية مكثفة مع السادة الأطباء، وبينت لهم أن العلامة الإنساني الكبير السيد محمد أمين شيخو قام منذ ما يزيد عن 40 عاما بتبيان هذا الكشف النافع للبشرية لنا ولأبنائنا في الذات أكبادنا، لأن التكبير على الذبيحة يريح الذبيحة ويذهب ما فيها من أمراض وجراثيم وميكروبات. كان كلما وردت آية في القرآن عن الذبائح كآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يبين لنا أنه إذا ذكر اسم الله تؤكل الذبيحة، أما بعدم ذكر اسم الله فلا تفور الذبيحة ولا يخرج دمها الفاسد، بل تبقى بها الميكروبات والأوساخ والجراثيم. ولقد وضعنا جدول أعمال تضمن كل النقاط التي يمكن بحثها ودراستها وفق أرقى الأساليب العلمية الحديثة، وبناء على ذلك قمنا بإعداد برنامج عمل لاكتشاف هذا الأمر بنتائجه وتحقيقه بصورة علمية مخبرية تنسف وتبدد كل الشكوك وتنهي كل جدل. وبعد الاجتماع الذي عقده أفراد الطاقم العلمي والذي تم فيه اعتماد خطوات البحث وخطة العمل، بادرنا إلى تنفيذها، وكان البدء بزيارة المسالخ على الواقع التي تمت فيها عمليات الذبح، وذلك لأخذ العينات من اللحوم المختلفة ثم حتى تتم معالجتها، ومن ثم إخضاعها للفحوص والمختلفة الطبية طبعا والعلمية حتى تتم معالجتها ولبيان ما إذا كان هنالك أثر حقيقي للتسمية والتكبير على الأنعام. لقد أخذ طاقم البحث أمر التكبير على الذبائح في البداية بشيء من البرود والتردد، ولكن ما إن بدأت النتائج الأولية بالظهور حتى ذهل الطاقم وأخذ طابع الجدية والاهتمام الكبير، ولم يتوقف سيل المفاجآت طيلة فترة البحث والدراسة، فما رأوه وما لمسوه يكاد لا يصدق ولكنه واقعي. لقد كان لهذه الكلمة أثر إعجازي مهول بدا من خلال العقامة الجرثومية للحوم التي ذكر اسم الله عليها أثناء الذبح وخلو نسيجها من الدماء، بعكس اللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح والتي كانت تعج بمستعمرات الجراثيم وتغص بالدماء. لقد اتبع الباحثون لاستكشاف أثر التسمية والتكبير على الذبائح أرقى الأساليب الطبية والعلمية المعتمدة في أكثر الأكاديميات تقدما في العالم. قمنا بإجراء دراسة علمية جرثومية على نموذج من لحم العجل المذبوح شرعا والمكبر عليه، ونموذج آخر من لحم العجل غير المكبر عليه، كما وقمنا بإجراء دراسة جرثومية مماثلة
على فروج مذبوح حلال ومكبر عليه، وفروج آخر غير مكبر عليه. أخذنا النماذج واقتطعنا منها عينات صغيرة حسب الفن الجرثومي، ووضعنا كل عينة في مزيج من محلول الديتول 10%، وذلك لتعقيم السطح كاملا حتى لا يقال بأن التجرثم أتى من الجراثيم المحيطة بالسطح على النماذج. بعد حوالي ساعة كاملة من النقع بالديتول 10%، أخذت هذه القطع اللحمية العائدة للعجل المكبر عليه والعجل غير المكبر عليه والفروج المكبر عليه والفروج غير المكبر عليه، وزرعت فنيا على وسط تيوغليكولات، ثم وضعت في المحم لمدة 24 ساعة. الملاحظة الأولى كانت أن كل أنواع اللحم الفروج والعجل المكبر عليه لم يلاحظ عليها أي نمو جرثومي إطلاقا، وبدا الوسط عقيما ورائقا. أما الفروج الغير مكبر عليه والعجل غير المكبر عليه بدا فيه نموا جرثوميا غزيرا، وبدا الوسط المستنبت التيوغليكولات معكر جدا. قمنا بعد 24 ساعة بإجراء نقل من هذه المستنبتات فنيا على 3 أوساط تشخيصية. الوسط الأول هو الغذاء المغذي نوتريانت أجار، وعلى وسط للتشخيص العصيات سلبية الجرام EMB، وعلى وسط الغذاء بالدم.